بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى هنعمل معاكم طريقه جميله جدا للكبده الاسكندراني، طريقه جميله وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت وكمان يعني اقتصاديه جدا جدا، وهنعمل كميه سندوتشات بيها حلوه جدا. بصراحه بقى انا كنت خارجه بره وبعدين كلت سندوتشات كبده ولقيتها غاليه جدا، فقلت ليه يعني كده ملهاش اي لازمه يعني ان هي تبقى الطريقه دي. فصراحه جبت نص كيلو كبده وعملتها معاكم بقى، هتعجبكم جدا جدا الطريقه دي. جبنا معانا راس توم وقطعناها وفصصناها وهرسناها وحطينا معلقتين ملح، عليها معلقه فلفل اسود ومعلقه كمون اسود، عفوا معلقه كمون وشطه وبابريكا. وبعدين رحت جايه حاطه عليهم حوالي ربع كوبايه خل، وقلبيهم كده كويس مع بعض وامزجي الخامات كلها في بعض، وبعدين تحطيها على الكبده وتقلبيها كويس جدا بيها وتسيبيها تتبل حوالي نص ساعه. لو مش عايزه تسيبيها مفيش اي مشكله، بس الاحسن ان انتي تسيبيها تتبل نص ساعه. وبعدين بعد ما تتبل معاكي الكبده وتسيبيها حوالي نص ساعه وخدت من التتبيله بتاعتنا والليمون والخل معانا، بيدي طعم تحفه يا جماعه في الكبده الاسكندراني، دي من اهم الحاجات. هنجيب معانا حوالي 5 قرون فلفل يكون حار، واحسن يعني ان هو يكون بالبذور بتاعته زي ما انا بعملها كده. البذور دي بتدي طعم حلو جدا، البذور دي اصلا بتتنشف وبتبقى توابل، فبتبقى جميله جدا جدا لما بتعمليها بيه. بعدين تحطي حسب رغبتك بقى، لو انت مش عايزاها حراقه مفيش اي مشكله، بس الاحسن ان هي تكون الكبده الاسكندراني حراقه شويه. وبعدين تروحي جايبه الطاسه تكون سخنه معانا على النار، ونروح جايين حاطين فيها كميه زيت مظبوطه معانا، بس حاولي ان الطاسه تكون سخنه جدا وانتي بتحطي الكبده علشان لازم تاخد الصدمه بتاعتها. تمام. وبعدين بعد ما هتاخد الصدمه بتاعتنا وتحسي ان هي بدات ان هي تاخد لون من تحت، تقلبيها كويس جدا وايدك فيها تقلبيها على طول. الكبده ما بتتسابش يا جماعه، هي بتاخدش اكتر من 10 دقايق، ربع ساعه، مش اكتر من كده. قلب الكبده كويس جدا، وطبعا احنا حاطينها ومتبلينها كويس جدا. برضو انتي ممكن الملح بتاعك لو انتي مش ضابطه حاجتك وانتي مش عارفه مقاديرك قد ايه، ممكن برضو تبقي تدوقي، ولو عايزه ملح كمان حطي حسب ما انتي عاوزه. بس الكبده مش بتحب اصلا ان هي تتملح كتير، يا دوبك حاجه بسيطه كده مع التوابل اللي انت بتعمليها. هنعمل بقى كميه اللهم بارك تحفه من السندوتشات، حاجه جميله جدا. بنص كيلو كبده عملنا كميه وفرحنا الولاد وكاننا في مطاعم بره بالظبط. والله بجد انا كنت فعلا من بره وجبت كام سندوتش مش كتير، ولقيت نفسي دفعت مبلغ كبير جدا. طب ليه؟ على ايه؟ لا ده نص كيلو كبده اكلنا كلنا وشبعنا وبقى منه كمان. بعد ما ما الكبده خلاص بدات ان هي تستوي معايا خلاص، يعني قدامي دقيقتين 3 اطفي عليها، اروح جايه حاطه الفلفل. لازم الفلفل ما يتبلش قوي فيها، يبقى بيقرش كده علشان تحسي بطعمه الحلو، لكن لما بيطرى معاكي ما بيبقاش حلو خالص. الطحينه معانا عملناها معاكم قبل كده. في الاخر بقى وانا خلاص هطفي عليها، بروح جايبه ليمونه وعصراها عليها. بس خلاص في النهاية يعني جبت معاكم بقى العيش الفينو كده، ومعايا 20، عمل معايا 20 رغيف اللهم بارك. سلطة الطحينة دي احنا عملناها مع بعض قبل كده، وهي طبعا لازم تبقى جنب كل المشاوي وجنب الكبدة وجنب كل الحاجات دي. فاللهم بارك تحفة والله يا جماعة، ما هتندمي فعلا. يعني الكبدة الاسكندراني دي تتبيلة تحفة 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 اللي انا بعملها ديت وكمان كمية حلوة قوي، وكأنك بالظبط قاعدة في مطعم بره، وحاجة نضيفة بقى ومن البيت. يا رب تكون عجبتكم النهاردة الطريقة ديت، وتقولوا لي لو عملتوها وعجبتكم، اكتبوا لي في التعليقات. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير، فضلا وليس امرا. ويا ريت دايما اي وصفه تعجبكم تكتبوا لي عجبتكم ولا ما عجبتكوش، وبكل امانه ومصداقيه انا بعمل معاكم الحاجه من غير منتجه ولا اي حاجه، بكل امانه. بصوا المنظر، بصوا الجمال تحفه، هي اصلا دي شكلها تفتح النفس يعني. الف هنا اللي هياكل.